السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة دقيقة مطبخ. اليوم سوف أقدم لكم وصفة البانكيك. المكونات: بيض، بيكنج باودر، سكر عادي أو سكر فانيليا، دقيق منخول، زبدة ذيبة وحليب. ناخذ وعاء نضع فيه البيض، ثم نضيف السكر. طبعا أنا في هذه الوصفة استخدمت كمية سكر كلها سكر فانيليا حتى أتخلص من زفار البيض. يمكنكم استخدام سكر فانيليا أو سكر عادي، أو يمكنكم الخلط بين سكر فانيليا وسكر عادي. الآن نضيف الحليب على البيض، ثم نخلط قليل. طبعا أعزائي المشاهدين، كل المكونات الوصفة سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو. الآن ناخذ دقيق منخول، نضيف عليه البيكنج باودر، ثم نخلط جيدا حتى يتمازج البيكنج باودر مع الدقيق. ثم نضيف الخليط، ثم نضيف الدقيق إلى خليط البيض والحليب. طبعا أعزائي المشاهدين، في هذه المرحلة سوف تواجهنا مشكلة صغيرة، هي مشكلة كويرات من الدقيق. أنا قمت الآن بتصفيتها حتى أتخلص من كويرات الدقيق. ثم نضيف آخر مرحلة وهي الزبدة الذيبة. الآن نضيف الزبدة ثم نخلط قليل. بالنسبة أعزائي المشاهدين للحشو أو أي شيء نريد إضافته مع البانكيك، أنا خيرت أن نضيف مربى الفراولة، أو هو ليس مربى لأن المربى يكون متماسك، هو بين القطر والمربى. المكونات بسيطة جدا: سكر ومربى، سكر وفراولة. نضيف سكر على الفراولة والفراولة على السكر. ثم الآن نضيف قليل من الماء، ثم نضعه على الغاز لمدة 10-15 دقيقة حتى نحصل على تركيبة جيدة. الآن ناخذ أعزائي المشاهدين مقلاة، وضعت قليل من الزبدة فيها، ثم أقوم بمسحها على كامل المقلاة بالكلينكس. ثم نضيف خليط البانكيك، ثم نوصل باقي العملية هكذا. هذا أعزائي المشاهدين البانكيك. سوف أضع بين آخر 2 بانكيك قليل من المربى الفراولة أو قطر الفراولة. طبعا يمكنكم استخدام أي شيء عوض المربى الفراولة، قطر، شوكولاتة، عسل، حسب ما تفضلون. هكذا هي الوصفة، بسيطة وسهلة جدا ولذيذة. هذه فقط شيء اختياري من عندي. وهذه أضيف المربى من الآخر حتى تعطي شكل جميل للبانكيك. هذا أعزائي المشاهدين البانكيك. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا بالنقر على زر اللايك والاشتراك في القناة.